نبدأ. عندي كلام كتير. هل فيلم مشروع إكس كان على قد التوقعات اللي الناس كانت متوقعاه والّا خيشت منهم المرة دي؟ عايزين تعرفوا أكتر كمّلوا معايا الفيديو عشان تعرفوا رأيي وتقييم الفيلم مشروع إكس. الفيلم بيبدأ معانا بفكرة عن مشروع من المشاريع اللي كانت مهمة جدًا عند يوسف وهو كان في كلية الآثار جامعة القاهرة، وهو وجود غرفة سرية موجودة في الأهرامات. هل يوسف هيقدر يوصل للغرفة دي؟ وإيه سر الغرفة دي؟ وهل مشروع زي كده ممكن يعرّض حياته وحياة مراته وحياة أهله كلها للخطر؟ ده اللي هنعرفه في تقييمنا لفيلم المشروع إكس. بصراحة كده الإخراج بتاع الفيلم ده بيتر ميمي والتصوير بتاعه عمل فيه أكشن رهيب جدًا، أكنك قاعد بالضبط بتتفرج على فيلم عالمي، فيلم أجنبي بنفس التطورات بتاعة الأفلام من الCGI لكل حاجة استخدموها في الفيلم ده. بس أنا عندي بقى تعقيب مهم جدًا، وهو إن في كتير أوي من الأكشن ده ما كانش مبرر، يعني بجد في حاجات كده مش منطقية، مش منطقي إن كل ده يحصل في فيلم واحد، ومش منطقي إن واحد كان عبارة عن دكتور أو طالب في جامعة القاهرة في كلية الآثار يبقى بيعرف يضرب نار بالمنظر ده ويعرف يعمل كل الكلام ده. هو أنتم بررتوا الموضوع ده في إن هو كان شغال مع جهات غير حكومية على المشروع دوّة، بس برضه مش مبرر. بعدين إياد نصار إيه دوره؟ إياد نصار ده إيه؟ الفانوس السحري اللي نازل يعمل كل حاجة؟ في شوية حاجات في السيناريو ما كانتش متضبطة، ومش بس السيناريو هو ما كانش متضبط، لأ كمان الحبكة الدرامية بتاعة الفيلم بسيطة جدًا وغريبة، يعني الفيلم كان محتاج إن هو يبقى أقوى من كده. أنت عملت أكشن قوي جدًا، عملت أكشن من الأكشن اللي فعلًا هينقل السينما المصرية في حتة تانية خالص، وابتدينا نطوّر من نفسنا في الأكشن، بس أنت جيت على حساب الشخصيات وجيت على حساب الحبكة ذات نفسها، القصة ذات نفسها. يا ترى ده مقبول؟ يمكن يكون مقبول شوية، في بعض الناس هتعدّي الموضوع ده، وفي بعض الناس لأ، بتحب إن الموضوع كلّه يكون متكامل. بس لو جينا نتكلم عن فيلم المشروع إكس أنا تقييمي ليه هو 7.5/10. 7.5/10 ده مش عشان أداء الممثلين، لا طبعًا استحالة يعني، إحنا بنتكلم على كريم عبد العزيز الكاريزما بتاعتنا، مطلّعينه صغير في السن ومراته هنا الزاهد، يعني متخيلين الفكرة عاملة إزاي؟ وياسمين صبري برضه عملت دور جامد جدًا، وأحمد غزي هو كان المفاجأة بتاعة الفيلم. الواد بيتكلم إيطالي ولا أكنه قاعد في روما طول حياته. هل السينما المصرية بتتقدم فعلًا في الأكشن بتاعها والّا إحنا لسه قدامنا كتير أوي عشان نوصل للسينما العالمية؟ على العموم ده كان تقييمي للفيلم ومستني رأيكم في الcomment. سلام.